راحت تزور صاحبتها في بيتها ودخلت ماشية على رجليها، خرجت متشالة على الأكتاف ومفرقة الحياة. اللي يشوفها وهي بتجهز ورايحة لصاحبتها ما يشوفهاش وهي مرمية على الأرض بعد اللي حصل لها هناك. كان باقي على فرحها أيام، وبدل ما تلبس الفستان الأبيض لبست الأبيض وهتبقى عروسة في الجنة. واقعة غامضة، تفاصيلها غريبة، زوايا مختلفة، خلت جمهور السوشيال ميديا مصدوم حيران وبيضرب كف على كف ومش فاهم وبيسأل حصل ايه في المنوفية؟ ازاي البنت دي فرقت الحياة؟ ومين كان السبب؟ صاحبتها ولا أخوها؟ حصل ايه يخليهم يعملوا كده فيها؟ تفاصيل كتير هتعرفها لأول مرة في واقعة فتاة المنوفية. دخلوا في مشادة كلامية مع بعض، كلمة منها على كلمة من أخو صاحبتها، خلص عليها باللي كان قدامه، خلص عليها بالإشارب، كتم نفسها وفي لحظتها فرقت الحياة. قمت كتير وزقته عنها كتير، لكن هو صمم ينهي حياتها. كل الحكاية إن انتشرت الأخبار الساعات اللي فاتت، وحسب ما نشر موقع القاهرة 24 إن بنت راحت تزور صاحبتها في بيتها في المنوفية، وتحديدا في مدينة السادات في المنطقة الأولى بمشروع ابني بيتك. اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية تلقى اخطارا من العقيد نضال المغربي مأمور مركز شرطة السادات يفيد إن في بنت فرقت الحياة، لكن ما كانش فيه تفاصيل لحد ما اتنقلت الشرطة لمكان الواقعة ولقوا اللي كشف السر. الشرطة دخلت لقيت البنت اللي اسمها نعمة أحمد وعندها 26 سنة مرمية على الأرض، وفي رقبتها علامات وآثار محاولة التخلص منها، وجنبها الإشارب اللي أخو صاحبتها استخدمه علشان ينهي حياتها. أخو صاحبتها عمل عملته دي وهرب، فص ملح وداب. ولما الأهالي اكتشفوا الواقعة بلغوا الشرطة، بس على مين؟ الواد ده اتجاب وتم القبض عليه والتحقيق معاه، واسمه واو ميم عين، وعنده 25 سنة. طبعا حررت القوى الأمنية محضر بالواقعة، وده بعد سماع أقوال أسرة الجاني ونقل الجثمان إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة، وتم اختار جهات التحقيقات لمباشرة التحقيقات في الواقعة. الغريب إن تم التحقيق واستجواب والدته. حصل اللي حصل في أي واقعة، علقت ارتكابه للواقعة على شماعة إنه مريض نفسي وبيتعالج. قالت ابني بيتعالج من اضطراب مزاجي، وإن في بين بنتها وبين المجني عليها نعمة علاقة صداقة، لأن كلهم أصلهم من البحيرة. جايز يكون مريض نفسي فعلا، وجايز تكون ده تأليف من الأسرة علشان يطلع زي الشعرة من العجين وينقذوه من عشماوي، لأن العقوبة للفعل اللي عمله هي كده كده عشماوي، وده اللي بينص عليه قانون العقوبات، وممكن تبقى حبس مشدد، وده حسب رؤية المحكمة والتحديدات وأوراق القضية. الحقيقة إن مفيش حد يعرف السبب الحقيقي اللي خلى أخو صاحبتها يعمل كده فيها. كل اللي اتقال مشادة ما بينهم. طيب يا ترى إيه سبب المشادة دي؟ الحقيقة يقال إنها كانت رايحة تصلح بين صاحبتها وبين أهلها بسبب خلاف بينهم، لكن الخلاف اتقلب مع المجني عليها وفرقت الحياة. الناس بتسأل فين صاحبتها وأسرتها؟ هل كانوا موجودين وقت الواقعة؟ إزاي ما دفعوش عنها ومنعوه؟ الحقيقة ظروف الواقعة غامضة ومفيش تفاصيل أكتر من دي، لكن بعد التحقيقات أكيد هنعرف اللي حصل وهنلاقي إجابات لكل سؤال بيدور في دماغنا. سبحان الله، كانت رايحة تعمل خير ودي كانت آخرتها. ملحقتش تفرح بجوازها اللي كان بعد كام يوم، كل اللي جهزت ليه ما فرحتش بيه للأسف. وده يخلي ناس تقول وانا مالي، اخوات واهل في بعض اتدخل نفسي ليه؟ الوقائع دي اللي تخلي ناس ما تعملش الخير لبعض ولا يقفوا مع بعض. ولا انتم رايكم ايه؟ ربنا يرحمها ويصبر اهلها ويلهم خطيبها الصبر والسلوان.